السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد من اخطر واشهر القتلة المتسلسلين في التاريخ الامريكي. راجل كان كيبان هادئ ومثقف وعنده ذكاء كبير، ولكن ورا هاد الصورة كاين مجرم خطير تسبب في واحد السلسلة ديال الجرائم اللي صدمات امريكا كاملة. هاد الشخص هو ايد كامبر، المعروف بلقب قاتل الطالبات الجامعيات. القصة ديالو ماشي غير قصة جرائم، ولكن قصة طفولة مضطربة وعلاقات عائلية معقدة انتهت بكارثة كبيرة. قبل ما نبداو، إلا كنتي مهتم بقصص الجرائم الحقيقية والغموض، ما تنساش دير لايك واشترك في القناة باش يوصلك كل جديد. تزاد إيد كامبر في 18 دجنبر 1948 في أمريكا، وبالضبط في ولاية كاليفورنيا. من الصغر ديالو كان شخص مختلف على الأطفال الآخرين، كان طويل بزاف بالنسبة للعمر ديالو، وكيعاني من مشاكل نفسية وسلوكية. الوالدين ديالو طلقوا وهو مازال صغير، ومن بعد عاش مع الام ديالو وخوتو. العلاقه ديالو بينه وبين الام ديالو كانت خايبه بزاف. حسب التصريحات اللي قال فيما بعد، قال بانه كان كيحس انها كتنتقده باستمرار وكتحطمه نفسيا. وهذا التوتر العائلي بقى كيكبر معاه عام من بعد عام. منين كان مازال صغير بنت عليه بعض التصرفات المقلقه والغريبه، منها انها كان عنده خيال عنيف. وبعض المختصين اللي درسوا الحالة ديالو قالوا بأن علامات الخطر كانت باينة عليه من سنوات الطفولة. في عام 1964، في الوقت اللي إيد كامبر كانت عنده غير 15 عام، في واحد النهار من ديك السنة ارتكب أول جريمة كبيرة في حياته. قتل الجدة ديالو، ومن بعد قتل الجد ديالو. هادشي دارو هو عنده غير 15 عام. من بعد الاعتقال ديالو قال بأنه بغى يعرف فقط شنو كيحس به الإنسان ملي كيقتل شخص آخر. تخيل معايا طفل باقي صغير قرر انه يقتل الجد والجده ديالو اللي كبروا في العمر فقط باش يجرب الشعور ديال القتل. هاد التصريح صدم المحققين والاطباء النفسيين، وبسبب السن ديالو تم ايداعه في احد المستشفيات الامراض النفسيه عوض السجن العادي. وبقى تماك ايد كامبر لسنوات طويله، وخلال هاد الفتره دوزوا عليه بزاف ديال الاختبارات والدراسات النفسيه. الغريب هو ان بعض المختصين اعتبروه تحسنت الحاله ديالو ورجعت بخير، وصافي ولا واجد باش يرجع للمجتمع. وهذا كان اكبر خطأ واللي غادي يندموا عليه من بعد. وهنا غادي يخرج هو في بداية العشرينات من عمره. من بعد الخروج ديالو من مستشفى الأمراض النفسية بدا كيخدم وكيعيش حياة اللي كتبان عليها أنها جد عادية. كان معروف بأنه ذكي ومثقف، وعنده واحد الطريقة ديال الهضرة اللي مقنعة، ولدرجة حتى أنه كان كيجلس مع رجال الشرطة في المقاهي وكيتبادل معهم الأحاديث بشكل طبيعي، وما كان حتى واحد كيتخيل شنو كيدور في العقل ديالو. ولكن في الحقيقة الأفكار العنيفة ما تمسحاتش من بالو، غير كانت مخبية. وفي سنة 1972 بدا فصل جديد وأكثر رعبا في حياته. في ذاك الوقت كانوا بزاف ديال الطالبات الجامعيات كيسافروا بطريقة طلب التوصيل بالسيارات بحال الشكل ديال ان درايف، وايد كامبر استغل هذا الامر، وبالتالي كان كيعرض عليهم باش يوصلهم، ومن بعد كياخذهم لاماكن معزوله بحال الغابات ولا الوديان، مهم بلايص ما فيهم حتى واحد، وتما كيقتلهم. اغلب الضحايا كانوا طالبات جامعيات في محيط مدينه سانتا كروز بكاليفورنيا. اول ضحيتين معروفات هما ماري ان بيسي وانيتا لوشيسا، جوج طالبات عندهم غير 18 عام. اختفوا في ماي 1972، وشحال والشرطة كتقلب عليهم حتى تلقاو من بعد ما تبين انهم كانوا الضحايا ديال ايد كامبر. هنا مازال ما عرفوا انه هو المجرم، انا غير قلت لكم باللي هما الضحايا ديالو، وهذه كانت غير البداية. وعلى مدى شهور طويلة استمر كامبر في استهداف الشابات والطالبات الجامعيات. الشرطة كانت كتقلب على القاتل وكيحاولوا بكل جهدهم، ولكن ما كانوش عارفين شكون هو. الضحايا كل مرة كيتزادوا وحدة ورا وحدة: ماري آن بيسي، أنيتا لوشيسا، إي كوكو، سيندي تشال، روزالين تورب، أليس ليو. كلهم تقريبا كانوا طالبات أو شابات صغيرات في السن، وفي كل مرة كانت الشرطة كتلقى أدلة قليلة اللي صعيب بزاف توصلهم للجاني، وهادشي خلى القضية معقدة بزاف. رغم الجرائم الكثيرة، كان كيمبر كيقول بأن المشكل الحقيقي في حياته هي العلاقة ديالو مع الأم ديالو، وكان كيعتبر دوك السنوات ديال الانتقاد والإهانة اللي عاشها معاها
خلات في الداخل ديالو غضب وعنف كبير. بعض المحققين والأطباء النفسيين اعتبروا أن هذا الغضب كان كينعكس على الضحايا اللي كان كيختارهم. لكن مهما كانت الأسباب النفسية، الجرائم اللي ارتكبها كانت مسؤوليته الكاملة. وفي أبريل 1973 وصل إيد كامبر للنقطة اللي كان كيحكي عليها لسنوات، وهي أنه غادي يقتل الأم ديالو اللي قال أنها السبب الكبير في هاد الشيء اللي وصل ليه. وفي واحد الليلة مع الوحدة ديال الليل تقريبا مشى للفراش ديالها وقتلها بكل برودة وبلا رحمة. قتل ماما ونفذ الجريمة اللي كان كيخطط ليها من الأول. وبعدها غير في الصباح قتل كذلك حتى واحد الصديقة ديالها اللي كانت جات غير باش تزورها. وبهذه الجريمة كامبر كان قتل مجموع كبير من الضحايا خلال سنوات قليلة، من بينهم أفراد من العائلة ديالو وضحايا آخرين خارج العائلة. من بعد الجريمة الأخيرة ديال الصديقة ديال ماما واللي كانت آخر وحدة، ركب في طوموبيلته بكل هدوء ومشى لمسافة بعيدة خارج كاليفورنيا. الغريب هو أن الشرطة مازال ما كانت رابطة جميع الجرائم به، يعني مازال ما عرفته أصلا باللي هو القاتل اللي دار هاد الجرائم كاملة. تم وقعات واحد الحاجة اللي ما كان حتى واحد كيتوقعها. كامبر براسو اتصل بالشرطة واعترف بالجرائم اللي ارتكبها. في الأول بعض رجال الشرطة ما تيقوش هدرته، حيث كان معروف عندهم كشخص هادئ وظريف وكانوا كيهضروا معاه من قبل. ولكن مع التحقيق تبين أن الاعترافات ديالو صحيحة كاملة. وهكذا سالت واحدة من أخطر سلاسل الجرائم في ولاية كاليفورنيا. وكون ما اعترف كامبر بداك الشيء اللي دار فكان صعيب بزاف على الشرطة أنهم يعرفوه. في المحاكمة حاول الدفاع ديالو يعتمد على الجانب النفسي، ولكن المحكمة اعتبرته مسؤول على الأفعال اللي دار، وتمت الإدانة ديالو بعدة جرائم قتل من الدرجة الأولى وتحكم عليه بالسجن المؤبد. هو براسو طلب حكم الإعدام، ولكن في ذاك الوقت كانت عقوبة الإعدام متوقفة مؤقتا في كاليفورنيا، لذلك بقى الحكم هو السجن المؤبد. إيد كامبر مازال في السجن منذ سنة 1973 إلى يومنا هذا، ومازال حي يرزق، وتعرضت عليه جلسات متعددة للإفراج المشروط، ولكن رفضهم كاملين حيث بغى يبقى تماك في السجن. آخر رفض معروف كان في سنة 2024، يعني غير مؤخرا، ومازال كيقضي العقوبة ديالو داخل المؤسسة السجنية حتى لدابا. قصة إيد كامبر كتبقى واحدة من أكثر القصص اللي حيرات علماء النفس والمحققين. شخص ذكي مثقف وكيقدر يهضر بشكل اللي طبيعي مع أي واحد، ولكن في النهاية قدر أنه يرتكب جرائم اللي صدمات العالم كامل. السؤال اللي بقى مطروح حتى اليوم، واش كان كاين نتاج طفولة مضطربة فقط ولا كان عنده استعداد للعنف من البداية؟ سمحوا لي على هذا البرهوش هذا. اكتب لي رأيك في التعليقات وقول لي واش فايت ليك سمعتي بقصة إيد كامبر من قبل. هنا كانت نهاية الفيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش خليو لي لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي في التعليقات واصل حتى تصل. كان معكم عبد العالي، السلام عليكم.